يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ انا نرد افلام، والنهارده جاي اكلمك على فيلم الدشاش، الفيلم اللي مكسر الدنيا الفتره دي عشان هو عوده محمد سعد للسينما بدور مختلف وجديد عليه ومش كوميدي. بس المهم اني عايز اكد لك ان الفيديو ده ما فيهوش اي نوع من انواع الحرق. ودلوقتي خلينا نبدا الريفيو. السؤال المهم اللي انت بتشوف الفيديو عشانه يا حبيب اخوك، هل فيلم الدشاش ده حلو ويستاهل اني اروح اشوفه في السينما ولا لا؟ وعمو نرد افلام هيقول لك دلوقتي. والفيلم بيحكي عن الدشاش اللي هو محمد سعد، واللي بيدير امبراطوريته الإجرامية من الكباريه بتاعه، وبتحصل له حاجة بتهدد حياته فبيقرر يتوب، ومن هنا هتدور أحداث فيلمنا. فيلم الدشاش هو متقسم ل3 شابترز. أول شابتر هو عرض الإمبراطورية الدشاش، وتاني شابتر هو توبة الدشاش، والشابتر الأخير والتالت وهو انتقام الدشاش. شايف يا حبيب أخوك ال3 شابترز اللي قلتلك عليهم هم كلهم مركزين على الدشاش، وكل حاجة متمحورة عليه، وده كان عيب وميزة. الميزة في الموضوع اننا هنشوف محمد سعد بطريقه جديده، وفي مشاهد معينه هيبين لنا جزء بسيط من قدراته التمثيليه الرهيبه اللي احنا كجمهوره نفسنا نشوفها من سنين. لان يا حبيب اخوك لو انت من سني، فمحمد سعد هو كان جزء كبير من طفولتك بافلامه، وانت ضحكت في اعمال كتيره هو عملها. فعلى المستوى الشخصي انا بحب محمد سعد جدا ومبسوط من الفيلم ومن التغيير اللي هو بيعمله. اما العيب بقى في التركيز على الدشاش، هو ان فيلم الدشاش فيه ممثلين تانيين، وقصه الدشاش نفسها متمحوره حوالين باقي الشخصيات التانية دي، بس الفيلم مش بيقول مين الشخصيات دي ولا بيدي مبررات لأفعالهم. ففي أوقات كتير أنا كنت بسأل نفسي طب ليه ده عمل كذا وانت مين أصلا؟ والفيلم زي ما عرض لنا توبة الدشاش كاملة في الشابتر التاني، فهو ما عرضليش ذنبه، فأنا ما اعرفش هو عمل ايه. فانت زي ما هتعرض دي اعرض. يعني أنا شفت الفيلم ولحد دلوقتي أنا ما اعرفش الدشاش كان شغال ايه، ولا أعرف سر العداوة بينه وبين صاحبه فهد اللي عامل دوره باسم سمرة، وده هنجيله دلوقتي. بس المهم إنه ولا شخصية من شخصيات الفيلم هي فيها عمق او بيتحكي قصتها بالطريقه الصح اللي تعرفك مين الشخصيه دي. وانا هنا مش بكلمك على عمق الشخصيات بشكل حرفي او حاجه جامده يعني، ولا طالب حتى ستاندرز عاليه للدرجه دي. انا بتكلم على مجرد تعريف بالشخصيات والباك جراوند بتاعها بس، او مجرد ان انا اعرف ايه سبب العداوه، حاجات تخليني اعرف اتعاطف مع البطل واتحمس عشانه. ولكن برغم كل ده انت برضه هتنبسط من الفيلم، بس انت ما تركزش مع التساؤلات اللي هتجيلك، وامشي بمبدا اسطى يا دولي. حبيب قلبي بقى الفنان باسم سمرة، انا الحقيقه بحبه برضه، بس يعني استاذ باسم، هو انت مش ناوي تطلع من شخصيه عيسى الوزان بتاعه العتاوله دي؟ يعني انا مقدر ان انت كنت بتصور فيلم الدشاش في نفس الوقت اللي كنت بتصور فيه العتاوله الجزء الثاني، بس انت ما عرفتش تفصل بين شخصيه فهد بتاعه الدشاش وعيسى الوزان بتاعه العتاوله. يا راجل وانا بتفرج على الفيلم كنت مستنيك تقول يلا بينا. خد بالك من التدريج يا حبيب اخوك حاجه يعني. اما بالنسبه لنسرين امين، فاحنا عرفنا انها بتعرف ترقص الحقيقه، بس بعيدا عن الصهد ده، فاول مشاهدها مع الدشاش انت لو حطيت ايدك على عينك وسمعت الصوت بس وطريقه الالقاء هتقول ان ده مشهد بتاع حنان في فيلم ولاد رزق. يا جدعان نفصل الشخصيات عن بعض، يا جدعان نحط شويه مجهود في الموضوع. باقي الممثلين بقى عموما فاحنا ما شفناش منهم حاجه قويه، وده لان السكريبت نفسه اللي مبعوت لهم مش قوي. انا ما افتكرش ان السكريبت او الورق اللي اتبعت للممثلين فيه تاريخ الشخصيات، هو كل اللي موجود في الورق هم عملوا ايه بس. فالكتابه كانت سطحيه جدا. يعني افتكر مثلا دور فهد اللي عامله باسم سمرة مكتوب ان فهد صاحب الدشاش وبقوا اعداء. طب هم اعداء ليه يا ابني؟ طب هو كان صاحبه ليه حتى؟ طب فهد بيشتغل ايه يا جدعان؟ حد يقول لنا حاجه يا جدعان، ما يصحش كده. فدي كانت اكبر بلوت هول في الفيلم. بس اكتر 2 عملوا مجهود في الفيلم هم المخرج طبعا ومحمد سعد، اللي واضح انه عنده نهم انه يمثل في حاجات مش كوميدي ويطلع لنا قدراته التمثيليه. ومع ذلك الفيلم فيه افيهات كتير وافيهات تضحك ومش مفتعله بصراحه. يا راجل ده محمد سعد كان بيضحكني في الانترفيوز اللي كان بيعملها في البريمير بتاع فيلمه. وحتى الاكشن برضه هو نابع من الدراما، عشان كده مش هتلاقي في الفيلم اكشن كتير، هو فيلم درامي عادي جدا وقصته كويسه الى حد ما. وتقييمي لفيلم الدشاش هو 6 من 10. فيلم كويس بصراحه ومحترم، وانا مبسوط لمحمد سعد وللتغيير اللي هو بيعمله. ولو انت عايز تروح السينما تتفرج على فيلم اليومين دول فانا ارشح لك الفيلم ده. وبس كده هتلاقي عمو نرد افلام على فيسبوك ويوتيوب بقى، لايك وسبسكرايب والحاجات الحلوه اللي انت بتحبها دي. بس كده، سلام عليكم. قفل يا ابني.